السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا فوق السطح اهوت، زي ما انتم شايفين. طالعين هنعمل ايه؟ العيال نفسهم ياكلوا فراخ مشوية على الفحم. انا بعملها بصراحة على طول في الفرن البوتاجاز، بس هم عايزين ولازم تروحي تشتري لنا من بره فراخ مشوية على الفحم. لا، النهارده بقى انا عملت لهم الفراخ المشوية على الفحم في البيت. هنا طلعنا فوق السطح، وولعنا الشواية وتبلنا الفراخ تحت طبعا في الشقة. وطلعنا بقى ايه نعمل الفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين اهوت اهو. انا جبت الفراخ وتبلتها في تحت اهو. بصوا عاملة ازاي شكل الفراخ اهو. هحطها بقى على الشواية تتبل تتشوي اهو. ادي الفراخ بتاعنا اهو، بتاعتنا اهوت على الشوايه. بصوا الدخان عمل ازاي من اول ما اتحطت. نعمل ايه بقى على تعب القلب والعيال اللي عايزين طلباتهم دي ما بتخلصش، عايزين على طول الفراخ اللي على الفحم. انا عامه ما بحبش الفحم كتير لانه بيبقى مضر بصراحه، بس لما تبقى مره من نفسهم كده عادي مفيش مشكله اهو. هنسيبها بقى، هنتنين نهوى عليها زي ما انتم شايفين، بنهوى عليها كده عشان الفحم يتنيه ملعلع كده ويسوي الفراخ حلو كويس. هنسيبها على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه ونتنينا نقلب فيها بقى اهو. انا بجد بحب اعملها في فرن البوتاجاز، سهله وبسيطه، وتحطها في الصينيه بالتتبيله بتاعتها وعلى الاكل على طول. بس لازم البهوات يقولوا لنا اعملوا لنا الطبق بتاع التتبيله اهوت. لو عوزنا تتبيله هنحط منها. لازم تبقى مقفوله كويس على الفرخه علشان ما تفتحش مننا اهو. بصوا المنظر اصلا من اول ما اتحطت. هو يا عبد، لا لا ده ولعت، لا ما تولعش البن خلاها تطفي. عبده عمال يهوى عليها فالنار ولعت. بصوا هنتنينا بقى نقلب فيها لحد ما تستوي. كده انا خلصت خلاص، الفرخه بتاعتنا اتشوت اهيت، وعاملين شويه رز. الرز تحفه، بصوا وفرفر ازاي وجميل، وبألف هنا وشفا للي هياكل. خلاص خلصنا الفرخه بتاعتنا وشوينا على الفحم.